السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. قناتنا المتواضعة عائلة مروجي. كنت في مشوار الاسبوع اللي فات كده وقلت اجيب سمك، بسارية، حاجات انا عاوزاها يعني فسفور زي ما انتوا بتقولوا. فقلت طبعا انا عندي رز، كنت عامله رز بشعريه امبارح والمكرونه واللي هي الكفته، ربنا هداهم وكلوا الكفته. وحسين يقول لي متغيره، قلت له لا يا حسين، انا كنت بجيب الكفته متلجه، فجبت له لحمه كبيره كده وعملتها هنا في البيت، واكيد انتوا شفتوا الطريقه بتاعت امبارح. طلعت بقى اسمها ايه، طلعت البسارية من الفريزر، جيت انضفها لقيتها مسلجة. تعالوا نشوف تنظيفها سهل وبسيط خالص والله. بتدق على قلبها كده اهو، بيطلع معاكم وبس. وهنحطها في مصفى زي دي، هنضفها واوريكم في الاخر. مش عاوزين الراس فانا بحطها كده. استنى بالمصور الصغير. كنت انا بنضف بعد واحدة، فهلاقي بعد واحدة متنضفة وفي قلب المية. تنظيفها سهل وبسيط اهو. القطة بتحوم حوالين رجليا. خلصتها كلها كده، طلع غسلة حلوة بقى. ما تقوليش بقى كانت محطوطة في المية ولا مش هنغسلها، بنزلها تحت الحنفية كده. خلصت غسلها، بسيبها بقى تحت طبق كده تصفي المية، اي مية فيها. بقوم حاطة عليها ليمونة، تعصري ليمونة عليها كده وتسيبيها بقى تصفي اي مية، ويبقى انت غسلتيها من الزفار اللي فيها. وحطيناها على جنب. شوفوا شكلها جميل ازاي. هعمل نصها بقى في صينية ونصها كده هقليها. اللي في صينية هجهز لها طماطمتين حلوين وبصلاية وكذا فص توم وفلفل وشوية خضار والليمون. والليمونة في الآخر، الليمونة بعصرها عليها. دي سلطة. دي اللي بتتعمل في الصينية، ما تلخبطوهمش، دي الحشو اللي بيتحط في الصينية. بسم الله. راح هاتيلي بقى فلفل. هنا عملت البصلاية وطماطمتين وفلفل وخضرة. انا مش معترفة بالخضرة خالص، بس بروجي لو عملتها من غيرها يقولي فين الخضار المحشي، فانا ما بحبهاش تعمل بالخضار. فانا حطيت حاجة بسيطة كده، وحطيت بقى فلفل اسمر وحطيت ملح وحطيت كمون بس يا ريتاه، وحطيت كمون وحطيت شوية بابريكا، يبقى ملح وكمون وفلفل اسمر وشوية بابريكا. ونحط بس ما تلخبطنيش الله يكرمك. ونحط بس معلقة سكر بسيطة، حاجة بسيطة كده طبعا عشان الطماطم والحموضة. ونعصر بقى عصرة ليمونة حلوة كده ونحط دي هنا. حلو. ونقلبها تقليبة حلوة بالمعلقة. لا ايدينا نضيفة، ما بغسل ايديا كل شوية. طب انا بغسل ايديا كل شوية. ونحط شوية هنا. واو. ونجيب بقى شوية بسلة. طبعا البساليم ما تتكوش عليها قوي عشان بتتفعص. بقى الباقي اللي هنا عصرة ليمونة النص الباقي، وحطيت عليها شوية زيت ونعلق عليها. وهنا حطيت ملح وفلفل اسمر ورشات دقيق، وطبعا انا حاطه في المصفى فاي حاجه بتنزل تحت. نعمل بقى شويه الزيت ونقلي شويه دول. وهنا عاوزين خضار محشي تحت البسارية، خرطت شويه وحطيت عليها عصره ليمونه كده وسايباها في الطبق بعيدها عن الطبق اللي انا هحطه فيه اصلا. جهزت الزيت بقى عشان اقلي فيه، حطيت فيه كده ليمونه، عصرته ونزلت بالليمونه فيه.
ما بقللهاش، بعملها كده في الصينية بس عشان البسلة اساسا من اقل حاجة بتتهري. ودي البسلة المقلية، حطيت تحتها خضار وفوقها خضار، وكده ما شاء الله استوت وطلعت. والبسلة بتاعتنا اللي في الصينية خلصت. وطبعا بسخن المكرونة هنا، وهنا بسخن الرز بتاعنا. نغسل اللبانة بقى، لأن شوية اللبن اللي كانوا فيها حطيناها في التلاجة ونغسلها لأنها شكلها مش عاجبني. وده المخلل اللي أنا كنت عاملاه أول امبارح، شوية خيار مع كام قرن شطة كده. فيديو النهاردة بسيط وصغنن، يا رب نكون خفاف على قلبكم. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ودعوة حلوة لاخواتنا في فلسطين، ودعوة حلوة منكم لينا وليكم منا بالمثل. يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. اللهم استر بيتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. ما تنسوناش باللايك والاشتراك، وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على حبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.